ده القطر بتاع القصب اللي هو بيجي من طريق اسنا، بيروح ادفو في مصنع السكر اللي في ادفو. هو طبعا بياخد من الفلاحين اللي هي موجودة هنا في الطريق، بياخد منهم القصب ويروح على مصنع السكر عشان يحول القصب ده طبعا لسكر. وده الموسم بتاع القصب، هو بيجي هنا بيخش الزرع في الأراضي الزراعية بتاعت الفلاحين اللي مسؤولين هنا، بيشتروا منهم القصب في الفترة بتاعت الشتاء، وبياخدها بينقلها عن طريق القطر بتاع القصب ده، وبعد كده بيوديها مصنع السكر اللي فيه. طبعا القضبان اللي هو ماشي عليها قضبان صغيرة جدا، مش زي القطر العادي. هو ماشي على ماله خالص عشان هو ماشي يعتبر بجوار البيوت، عشان بس محدش يتعور، فهي تمشي على ماله يعني خالص. هو في اليوم تقريبا بيعدي حوالي 3-4 مرات، من شهر يناير لغاية شهر 5 لغاية ما ينتهي الموسم بتاع القصب. كان معكم مصطفى محمد.